بر پای قوم کرد زمان، ناشکی و دانای تو به زمان، ناشکی و دانای تو به زمان. کسنه کردن برن، کسنه کردن برن، کرد جنده بن، جنده به قطعه آلا کردن، جنده به قطعه آلا کردن. هم خوردن رنگ کور و شورشی، سردکن کنادیان مدارشان، سردکن کنادیان مدارشان. کسنه کردن برن، کسنه کردن برن، کرد جنده بن، جنده به قطعه آلا کردن، جنده به قطعه آلا کردن. هم خوردن مریا و کی مثل فیل، دینیمان و پادیمان هر اجتمان، دینیمان و پادیمان کرد و کردستان. کسنه کردن برن، کسنه کردن برن، کرد جنده بن، جنده به قطعه آلا کردن، جنده به قطعه آلا کردن. لاوی کرد را بوی سرفی و شیران، بابقی نشیدکن تاجی جیهان، بابقی نشیدکن تاجی جیهان. کسنه کردن برن، کسنه کردن برن، کرد جنده بن، جنده به قطعه آلا کردن، جنده به قطعه آلا کردن. خوردنون هر حاضر و آمادنه، جان فدانه جان فدا هر جان فدا، جان فدانه جان فدا هر جان فدا. مساء الخير وصباح الخير وكل أوقاتكم بخير أينما كنتم مشاهدي فيف تي في الأكارم. تعلمون جيدا أحبائي الأفاضل أن سوريا الحديثة بحدودها الجغرافية الراهنة تعيش منذ منتصف القرن المنصرم في حالة الصراعات السياسية والإيديولوجية المختلفة، وخاصة ما بين القوى المهيمنة على السلطة وما يرافقها من انتهاكات قمعية وسياسية واقتصادية واجتماعية يدفع فاتورتها الباهظة من تضحيات الشعب المغلوب على أمره. وقد تجلت تلك الممارسات بأبشع صورها بالحقبة الأسدية الإجرامية، وتحديدا في عهد الولد المعتوه بشار الصفوي، الذي لم يترك وسيلة وأداة إرهابية إلا واستخدمها ضد مواليه قبل معارضيه، ولليوم بغية ديمومة حكمه الشوفيني الذي وللأسف ما يزال يحظى بالقبول الدولي والعربي، وبحجج واهية مثل عدم وجود البديل الحقيقي بعد فشل المعارضات الشكلية له، وخاصة قوى الائتلاف التي أكدت تشابهها الكامل لفكر البعث العنصري ودموية العصابة الأسدية، وناهيك عن جلبهما معا النظام والمعارضات لقوى ودول إقليمية وعالمية كبرى لاحتلال مناطق عديدة من وطننا سوريا، التي توحي كل تجاربها المأساوية بعد عقد من الزمن على بدء ثورته، أو بالأصح أزمته الكارثية بأنه يسير إلى مصير مجهول. البعض يقول إلى التقسيم، والآخر يرجح التأزيم الأفظع. ونحن هنا سنناقش تلك السيناريوهات وغيرها من محاور الوضع السوري مع ضيفينا الكريمين السياسي الأستاذ وليد العمري، وهو من مواليد منطقة الجولان عام 1960، ونزح مع أهله عام 1967 بسبب العنصرية البغيضة التي مارسها الإخوان المسلمين وحزب البعث والقوميين العرب ضد الشعب اليهودي الذي فر من اضطهاد النازية والفاشية بأوروبا طلبا للأمان في شرق البحر المتوسط، ولكنه صدم بمعارضة وجوده. درس في جامعة دمشق وحصل على الماجستير في العلوم السياسية،
وهو عضو مؤسس في حزب الاتحاد الديمقراطيين السوريين، وعضو المجلس الوطني لقيادة الثورة عن محافظة القنيطرة، وعضو الحراك الثوري في الائتلاف الوطني السوري، وناشط ميداني مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وسجن عدة مرات في سوريا وتركيا، ويناضل من أجل التغيير والعدالة والتنمية للريف السوري من منفاه في فرنسا. وأيضا نذكركم مشاهدينا الكرام بأنه انعرف بصاحب الصفعة التي صفعها لخوجة رئيس الائتلاف الأسبق. أستاذ وليد، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك أستاذ سليمان، لكل السادة المشاهدين، ولأخونا الأستاذ فؤاد عليكو، ولكل المجموعة بإذاعتكم الحرة. شكرا على التقدمة، يعني أنت أعطيتني فعلا أكثر ما بستحق. بارك الله فيك وبارك الله في المجموعة. الله يسلمك. وإن شاء الله سوريا المستقبل طالما فيها ناس ناشطين مدنيين. انا بركز على الحراك المدني، لانه الحراك المدني اساس الحراك السياسي، وبالتالي الحراك السياسي اذا ما كان حراك واعي، ما في عندك دوله واعيه ولا في عندك شعب واعي، والعكس صحيح. بالتاكيد سنحكي فيها. نورتنا استاذ وليد. يعطيك العافيه على التقديم وشكرا. الله يسلمك، نورتنا. كما نرحب باسمكم جميعا مشاهدي فيف تي في الكرام بالسياسي والاستاذ فؤاد عليكو، وهو شخصية سياسية وتربوية كردية سورية معروفة. ولد في منطقة الدرباسية بمحافظة الحسكة عام 1950. عمل مدرسا لمدة 21 عاما، وانخرط في الحركة السياسية الكردية السورية منذ شبابه، حيث شغل منصب عضو اللجنة السياسية لحزب يكتي الكردي في سوريا عام 1993، وأصبح سفيره العام من عام 2007 لعام 2010. كما إنه انتخب عضوا في المجلس الشعب السوري البرلمان المستقل عام 1990، وهو الآن عضو قيادي بالمجلس الوطني الكردي السوري وهيئة لواء ائتلاف المعارضة. أستاذ فؤاد عليك، وأهلا وسهلا بك، نورتنا. الصوت من عندك فيه خربشة يا أستاذ فؤاد، ما بعرف ليش ما عم نسمعك شيء. لحد الآن أستاذ فؤاد الصوت مو واضح. كان قبل شوي دخولك للاستوديو كان صوت جميل جدا. أستاذ فؤاد، في خشخشة بالصوت أستاذ فؤاد، خشخشة. لو نحكي. الو، هلا اجى الصوت بس في خشخشة. تمام، اجى الصوت. تفضل استاذ فؤاد. في مشكلة بالصوت استاذ فؤاد، عندك خشخشة، الصوت جاي بس في خشخشة بالسماعات. احكي استاذ فؤاد، احكي. تمام استاذ فؤاد، احكي نسمع صوتك. تمام، انا عم الو بس. تفضل. الو. تمام، الصوت واضح. تمام. الو. تمام، الصوت جاي واضح. الصورة بس لو انقلبت. تماما. عدل الصورة. تمام. الو. تمام، هلا الصوت واضح استاذ فؤاد، هلا الصوت واضح. استاذ فؤاد، هلا الصوت واضح. هلا الصوت واضح. الصوت واضح. ما عم بسمع شيء. الصوت هلا واضح. اتمنى ان تخرج وتدخل من جديد يعني الو، سامعني استاذ فؤاد؟
استاذ فؤاد. الو الو استاذ فؤاد، نحن نسمعك. عم نسمعك. اتمنى من الكنترول ان يعيد الاتصال من جديد بالاستاذ فؤاد. استاذ فؤاد، الصوت مو واضح، يعني يا ريت لو تستغني عن السماعات. الو استاذ فؤاد، اتمنى من الاستاذ عبد الباقي انه يخرجوا ويدخلوا من جديد، يعني يدخل من جديد بيكون افضل. اذا بيلغي السماعه افضل حتى. تماما. طبعا ليس ما يعود الينا استاذ فؤاد. لابد ان نشكر من بالكنترول وراء الستار اللي بيخرجوا هذا البرنامج، وهم الاستاذ عبد الباقي حسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، والكاتبه الكرديه يسرى زبير. كل الشكر انهما سيبقون معنا حتى نهايه هذه الحلقه. استاذ وليد، سنبدا معك. هل توافقني ما جاء في المقدمه، وخاصه ان سوريا تعيش بالحاله المأساويه منذ اكثر من نصف قرن، وتحديدا بعصر بشار المعتوه، او كما يوصف بشار البهرزي او بشار الصفوي؟ اذا بدي احكي معك بصراحه، سوريا بتعيش بازمه منذ التاسيس من 1920. زادت الازمه بعهد حزب البعث ب 63، وقبلها كانت ايام الوحده مع مصر كمان في عندك ازمه، وفتره الانقلابات العسكريه ما قبل الوحده، وفتره الحكم الوطني اللي بنسميها نحن حكم يعني الفتره العصر الذهبي 4 سنوات كمان كانوا عصر اقطاع وبرجوازيه والى اخره. فذلك ما كان في رؤيه وطنيه، ما كان في رؤيه سوريه، كانت المهيمنه دينيه قوميه، عربي ديني. فلذلك ما كان دائما كانت سوريا بازمات دائما شديده. بتنسى فتره الانقلابات العسكريه من الشيشكلي للزعيم الى اخره، بتنسى فتره الوحده مع مصر، بتنسى فتره الانفصال، بتنسى فتره حزب البعث لما اجى، بتنسى فتره الانقلابات اللي استهواها كمان حزب البعث على نفسه لحتى وصلنا لعهد بشار الاسد. يعني هذا المعتوه طبعا فيك تسميه طفل لكل هالفتره اللي سبقته. تماما. ريثما يعود استاذ فؤاد، هناك سؤال يعني فعلا انا اثارني وكان سببا رئيسيا حتى لاختياري شخصكم الكريم كضيف في هذا البرنامج. الله يسلمك. بجرأتك طبعا ان تلك الصفعه التي صفعت فيها انور خوجه رئيس الائتلاف، خالد خوجه. خالد خوجه. شو يعني شو سببها؟ يعني لو مشاهدي تي في يعرفوها، وقف انذاك اجتمع الائتلاف وبالاغلبيه مرحبا استاذ فؤاد، نورتنا. اهلا وسهلا. هلا عم تسمعوا؟ هلا عم نسمع، تفضل. انا اضطريت اطفيها واشغلها. يا سيدي نورتنا. الله يسلمك. اهلا وسهلا بك. ما بعرف لو تشيل السماعات بيكون مو افضل، بلكي تشيل السماعات بيكون افضل. كويس منيح يعني؟ لا منيح، هيك احسن. هيك صار احسن. لايك هلو هيك تمام، هيك تمام. صوتي مسموع؟ مسموع واضح تماما. الو واضح، الصوت واضح تماما. الو الصوت واضح استاذ فؤاد. الو صوت تماما ممتاز، الصوت ممتاز. الو الصوت ممتاز استاذ فؤاد. الو الصوت ممتاز، يعني صوت واضح. صوتك جاي واضح، صوتك ممتاز. الو استاذ فؤاد صوتك واضح. عم تسمعوني؟ عم نسمعك تماما. سمعناك وقت شلت السماعات كان افضل، كنا نسمع افضل. ما عم بسمع صوت. وقت كنت شلت السماعات سمعناك افضل. الو هلا واضح الصوت، هلا ممتاز، هلا الصوت ممتاز.
الو الو، هلا الصوت واضح جدا، بس الو، انت ما بتسمعنا. بس انت ما بتسمعنا. ما عم بسمع شيء. تمام، ما بعرف يعني. صوتك جيد جدا يعني الو، استاذ فؤاد. الغي ما عم السماعه بسمع نهائيا. صوتكم. طيب حطوا الغي السماعه السماعات. نهائيا. ما بعرف شو هالبرنامج انتم عاملينه يعني. ما بعرف يعني، هي اول مره بيحدث معنا هيك. خليه يحكوا معه على الخاص كيف يلغي تماما. السماعه ويدخل السماعه احسن. تماما. نتمنى من استاذ عبد الباقي واستاذه يسرى ان يعيدوا الاتصال من جديد مع استاذ فؤاد عليكو. تفضل استاذ وليد الغوري. سالتني سؤال مشان المشكله اللي صارت بيني وبين خالد خوجه. طبعا خالد خوجه انا ما بعرفه بالاساس يعني، ولا اي خلفيه ولا اي خلاف بيني وبينه او بين احد اعضاء الائتلاف. انا كنت بالحراك الثوري السوري. لما بلشت الثوره السوريه كنت طالع من سجن جديد، فتوسمنا خيرا بشبابنا. وطبعا هذا حفز فينا بانه نتحرك، خاصه بانه انا كابن الجولان انه انا كرامتي في ارضي، في السلام، في المحبه. ليش؟ حتى نحن كل يوم في عنا سكنات عسكريه جديد، ودخلنا احتياط ما خلصنا منه. تعرف انت لما كان يفوت واحد على التجنيد بعمرنا كان يفوت فتره احتياط ما لا تقل عن 5 سنوات، واحيانا بتزيد. بالضبط. فتره احداث لبنان، اذا بس هيك حاله خطف سريع، احداث لبنان واجتياح الاسرائيلي للبنان، وعندك احداث الاخوان المسلمين، وفتره العراق وازمه سوريا مع العراق. يعني كان مجموعه كبيره كانت تتحتم على كل سوري بانه يخدم جيش غصبا عنه ما يعادل 5 سنوات. وهذا الشيء تكرر بعده ماساه. اليوم نحن بالماساه السوريه الجديده شبابنا اللي يفوتوا على الجيش ما عم يطلعوا منه بكل اسف يعني، وعم يقتلوا بعضهم، الاخ ضد اخوه، اخ بالمعارضه واخ بالنظام، عم يقتلوا بعضهم. وبالتالي يعني هذا الجيش حالته غلط، هذا الجيش وضعه غلط لانه مأدلج. نرجع لموضوع خالد خوجه. خالد خوجه نفس هيكليه النظام كان في عندنا بالائتلاف. الكتله العسكريه ما يعادل تقريبا 14 شخص ممثلين الاركان. فهذا الوضع استغله خالد خوجه ومجموعه صباغ والائتلاف بشكل عام للضغط على اعضاء الائتلاف، وصاروا مثل فاصل ترجيحي للكتله العسكريه. فصاروا يشيلوا كتله ويدخلوا كتله مشان الانتخابات والتوازنات. بالمقابل على الجانب الاخر كان في شيء اسمه جيش الفتح. جيش الفتح شكلوه من مجموعه فصائل اسلاميه، وعلى راسها جبهه النصره، واعتقد داعش من تحت لتحت، لانه فيما بعد اثبتوا بانه ابو بكر البغدادي قتل في ادلب، تم اغتياله في ادلب. وبالتالي هذه التنظيمات الاسلاميه هي الموجوده واللي اخذت بعد وبلشت تحتل بالاراضي وتقدم بالاراضي وتأسر السياسيين. يعني انا كسياسي مفروض العسكري يكون تحت امرتي، مو انا تحت امرته. سيطر علي بالبندقيه مثل ما سيطر حافظ اسد على كل السياسيين السوريين وعلى الاقتصاديين وخرب الدنيا. لذلك كان نفس الموضوع. بالاشاره بس صغيره هيك، الاسلاميين ما كانوا اسلاميين بقدر ما كانوا اتراك عم ينفذوا اجنده تركيه، وكان عم يستغلهم خالد خوجه وجماعه الحركه التركمانيه اللي بالائتلاف، اللي اغلبهم كانوا اخوان مسلمين من نزيل الحكيم وجماعته وجلال خانجي وهالمجموعه هي، الى انه يعملوا فيك تسميه مثل فتنه طائفيه بين العرب وبين الكرد بهذيك المنطقه. وكان مخطط لهذا الموضوع، تخطيط مباشر ومدقق. انا ملاحظ هذا الموضوع. بالمقابل انه كان وبزوجيه تركي يعني. طبعا انا عم احكي على تركيا بشكل عام، لانه تركيا مو بس اردوغان، تركيا في عندك الحركه القوميه التركيه، جماعه الذئاب السود والذئاب الرماديه. وعندك بنفس الوقت في عندك خلفيه وعندك فيك تسميها هذول الختايره اذا بدنا نحكي بالمنطق، يعني الدوله العميقه التركيه يلي ما بدها لا عربي ولا كردي، بدها تستعيد الخلافه العثمانيه والامبراطوريه العثمانيه وتهيمن على كل شعوب المنطقه باسم الاسلام والحاكميه لله.
ونحن ضد هذا الحكي. نحن الديمقراطيه بدنا حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال منظمات المجتمع المدني. وبالتالي هذا كان يتناقض مع الفكره اللي نحن دخلنا عليها. انا كنت كحراك ثوري داخل كحراك ثوري، طبعا تم ترشيحي عن طريق الممثل محافظه القنيطره، انا ومعي اثنين ثانيين، واللجنه الائتلاف اجتمعت وقررت بانه يكون وليد العمري ما يكونوا الاخرين، ودخلت انا على هذا الاساس، على اساس ديمقراطي وحراك ثوري. بتفاجأ بانه بالائتلاف لا في ديمقراطيه ولا في حراك ثوري، في حراك تركي، وهذا اعترف فيه كمان ميشيل كيلو قبل ما يموت، قال كانت الحكومه التركيه تقرر عنا وكنا سذج. واطلعت بانه اغلب اعضاء الائتلاف بكل اسف بما فيهم ميشيل كيلو وحتى برهان غليون حتى جورج صبرا كانوا يمدحوا جبهه النصره والقوى الاسلاميه على حساب الديمقراطيه والحراك الثوري الشعبي اللي بالارض. وكانوا يركزوا دائما، يعني بيعرف الاستاذ فؤاد والشباب الثانيين كانوا دائما حتى يحاولوا يهينوا الكرد داخل الائتلاف، لدرجه بانه المجلس الوطني الكردي والاستاذ فؤاد موجود، يعني انا ما بتجنى انه كانوا يقولوا طيب انتم يعني بالعكس كان وجودنا خارج الائتلاف اقوى، كان في عندنا محبه عند الشعب الكردي اكثر، انتم بالعكس خسرتونا شعبيتنا برا. هذا الشيء كان يصير، وكان يصير النقاشات هي موجوده كمان. فبالنتيجه هذا اللي خلاني اروح لعند خالد خوجه، قلت له اجل الاجتماعات اللي عم تصير بين الجيش الوطني هذا اللي عم يسموه جيش حر وما جيش حر وجيش فتح وخالد الاحمد والبري وما البري داعشي يعني، وجماعه من جماعه الاخوان المسلمين بحما، وبنفس الوقت له اخ بالدفاع المدني تبع حافظ الاسد تبع بشار الاسد، يعني على طرفي النقيض، واحد مع المعارضه واخوه مع الدفاع الوطني تبع بشار الاسد. ما عاد تعرفون يعني في خلطه غلط. قلت له وقف الاجتماعات يا استاذ خالد، قال لا مو شغلتك. قلت ما شغلتي، رحت هذيك الساعه اتصرفت. قالوا هي مو ديمقراطيه. طبعا اذا انتم هيك ما عم تشتغلوا ديمقراطيه، شو الديمقراطيه؟ الديمقراطيه انك تبتلع كل شيء باسم الاستبداد وباسم الحاكميه لله وتقول لي هي ديمقراطيه. طبعا انت ما عم تشتغل ديمقراطيه، انا عم اشتغل بالديمقراطيه. فكانت وجهه نظري بهالطريقه هي، وهذا اللي صار الخلاف الحقيقي اللي بيناتنا كان مو اكثر. وبالتالي كانوا الاخوان المسلمين كلهم ضدي، وما حدا وقف معي من اعضاء الائتلاف. طبعا الاغلبيه اللي كانوا تقريبا بيحسوا بالحاله الديمقراطيه طلعوا برات الائتلاف، راحوا يشربوا قهوه شاي كذا الى اخره، منهم الاستاذه سميره مسالمه، منهم جومان حسين، كثار من الشباب يعني. ما بعرف اذا كان الاستاذ فؤاد عليكم موجود ولا مو موجود. بالنتيجه طلع قرار بانه وليد العمري يخالف القواعد الديمقراطيه. استاذ طيب. فؤاد اهلا بك. الو استاذ فؤاد نورتنا مره اخرى. اهلا وسهلا. هلا ممتاز، صوتك واضح جيد جدا. صوتك مو كتير قوي يعني عندي. صوتك واضح تماما. ايه ماشي تمام. استاذ وليد بس كمل الفكره. وانت وخلال الاتصال معك اكدت انه كان غالبيه اعضاء الائتلاف كانوا يرفضون دخول المجلس الوطني الكردي الى الائتلاف. كيف هذا بالسابق، لان نحن دخلنا على الائتلاف بالتوسعه بالحراك الثوري والكتله العسكريه والديمقراطيين، هذا دخلت بالحراك الثوري. فبعدها قرروا يعملوا توسعه للمجلس الوطني الكردي عن طريق الله يرحمه محمد بهزات، ودخل يوميتها كمان الله يرحمه عبد الباري عثمان، واجتمعنا نحن والاستاذ فؤاد عليكو بساحه تقسيم في احدى الجمعيات بساحه تقسيم، كان وقف هو وقف. وبتتذكر الاستاذ فؤاد لما اجتمعنا احنا والاستاذه الهام احمد وقالوا بدنا نعمل خيمه وندخل على المجلس الوطني والى اخره. بالنتيجه لما حاولوا يجيبوا المجلس الوطني على الائتلاف وقفوا تقريبا غالبيه اعضاء الائتلاف وقفوا ضد دخول المجلس الوطني الكردي على الائتلاف، الكل بدون استثناء، وعلى راسهم كان هيثم مالح الممثل القانوني. وبالتالي كان في ضغط بين الكتله الحراك الثوري نحن كنا موجودين فيها طبعا مو كلها، وكل الكتله الديمقراطيه والشيخ احمد جربه، وبدنا احنا مركزين بدنا المجلس الوطني الكردي يفوت. بالمقابل الطرف الاسلامي كله ما بده المجلس الوطني الكردي يفوت معنا، وكان في حرب بيتذكر الاستاذ فؤاد عليكو لحتى اخر شيء يعني اخذت منا تقريبا جلسه 3 ايام جلسات كامله وراء بعضهم لحتى اخر شيء وافقوا على دخول المجلس الوطني الكردي.
نعم دخلوا على المجلس الوطني الكردي، وبعدها صار في تغيير للتعديل للنظام الداخلي تبع الائتلاف، وصار التقاسم بانه رئيس الائتلاف كذا ونائب رئيس الائتلاف كردي والى اخره، والمجلس كيف بتكون الهيئه السياسيه، ولا يعني صار في شويه تعديلات. هذا ما سنترك لاستاذ فؤاد. استاذ فؤاد، اهلا وسهلا بك مره ثانيه على شاشه فايف تي في، نورتنا. اهلا وسهلا بكم، بس يا ريت استاذ سليمان شوي تعلي صوتك، يعني بدون سماعه ما. تمام. استاذ فؤاد، انت سمعت استاذ وليد العمري؟ والله سمعت القسم الاخير، يعني انا ما كنت تماما. يعني طبعا قال جمله انه المجلس الوطني الكردي كان مرفوضا من قبل غالبيه اعضاء الائتلاف وخاصه الاسلاميين. لماذا؟ وبعدين كيف الان هلا عملكم انتم كاعضاء كقياده مجلس، انت قيادي بالمجلس الوطني الكردي، هل لا زال هناك رفض لدوركم للحوار لحقوقكم كممثلي عن الشعب الكردي في الائتلاف الوطني السوري؟ يعني حقيقة الأستاذ وليد هو يعرف وقت اللي صار حوارات حول دخول المجلس الوطني داخل الائتلاف ما كان في أعضاء المجلس الوطني الكردي موجودين. النقطة الثانية اللي كانوا يتحاوروا مع الائتلاف كان فريقنا يتشكل بالدرجة الأساس من المرحوم الأستاذ عبد الحميد درويش والدكتور عبد الحكيم بشار والأستاذ إبراهيم برو، وموقعين يعني في كمان مصطفى سينو وهوشانك درويش. وبالطرف الآخر من الائتلاف كان الدكتور نزير الحكيم والدكتور سالم المسلط اللي أصبح حاليا رئيس الائتلاف، والأستاذ أكرم عساف. هدول كانوا يتفاوضوا وحصل اتفاق. وقتها ما كنا موجودين، يعني شو كان يصير في أروقة الائتلاف أنا ما بعرف. والنقطة الثالثة، أنا جيت على الائتلاف متأخر، يعني بأوائل 2015، يعني بعد دخول المجلس الائتلاف بسنة ونص جيت على الائتلاف. كان قبلي رفيقنا الأستاذ محمد خير بنجو، وبالتالي هذه التفاصيل ليس لي علم بها. ما أعرفه بعد ما جيت على الائتلاف وشاركت في الاجتماعات. طبعا الأستاذ وليد عم يحكي عن نقاط كنا نلتقي مع بعضنا خارج الائتلاف في اسطنبول، مثل ما قال في جمعية ما، وكنا نتداول الأفكار بين بعضنا. يعني وقتها كنت أنا ممثل التنظيم في تركيا. لكن بعد ما جيت على الائتلاف حقيقة أجواء الائتلاف يعني واضح من الاسم، يعني ائتلاف يعني تجمع عدد كبير من القوى السياسية مختلفة في الرؤى، اتفقوا جميعا على نقطة مشتركة كجسم معارضة ولقوى الثورة والمعارضة السورية في مواجهة النظام. وضمن هذه الرؤية يعمل الائتلاف، وحتى الآن هذا لا يعني عدم وجود تباينات وخلافات بين مكونات الائتلاف. هناك اخوان مسلمين وهناك ديمقراطيين وهناك حراك ثوري وهناك احزاب سياسيه يعرفها استاذ وليد، وهناك كتله الديمقراطيين ايضا. فكان على مختلف مشاربه، لكن شيئا فشيئا بدا التآكل في جسم الائتلاف تدريجيا. انسحب كثير من القوى الاساسيه خاصه من المحسوبين على الكتلة الديمقراطية والتيار المواطنة ممثلا بالأستاذ موفق نيرابية، والديمقراطيين كانوا ممثلين بالمرحوم الأستاذ موشيل كيلو، وكذلك الأستاذ فايز سارة. وانسحب الكثيرين من الائتلاف، قدموا استقالاتهم، وحصل جانب آخر انضمام كتلة العسكر إلى الائتلاف. قبل ما كانوا ممثلين، بس حصل انضمام كتلة العسكر للائتلاف، ثم كتلة تركمانية للائتلاف،
وحاليا كتلة العشائر أيضا انضموا للائتلاف. فالائتلاف هذا هو الواقع، مختلفين في كثير من القضايا ومتفقين في الرؤية السياسية والموقف من النظام. استاذ فؤاد، انت ما بعرف سمعت مقدمه البرنامج، المقدمه اللي حكينا انه وضع سوريا صار مأساوي، يعني بكل النواحي، مأساوي من قبل ما يرتكبه النظام، مأساوي من قبل ما ترتكبها المعارضات، وخاصة الفصائل العسكرية اللي منتشرة من هون، المعارضات كلها عربية كردية، ما يحصل في إدلب، في عفرين المحتلة، في ساليكاني، في جريس، في منطقة الإدارة الذاتية، انتهاكات فظيعة يعني لا يتخيلها ربما العقل البشري ما يحدث في سوريا. هناك من يقول أن سوريا إلى التقسيم بهذا الوضع صار هناك عدم يعني الهوية الرسمية لسوريا الآن، الكل يكره الآخر، الكل ضد الآخر. يعني هناك من يرجح التقسيم كحل لوضع حد للآلام السورية، وهناك من يقول نحن أمام التأزيم. هلا حقيقة في جوهر الموضوع القوى الموجودة على الأرض لا تمثل الثورة السورية، سواء غرب الفرات أو شرق الفرات، والنظام معروف، يعني الثورة قامت ضد هذا النظام. وبالتالي أنا أتفق مع الرؤية أنه لا يوجد في 4 مواقع جغرافية، منطقة قسد، منطقة الفصائل أو منطقة الائتلاف تجاوزا أو مجازا نسميها، ومنطقة الجولاني ومنطقة النظام، وهناك 4 حكومات أيضا، وال4 لا يمثلون مبادئ الثورة السورية. الذين مثلوا مبادئ الثورة السورية غير موجودين بشكل عملي على الأرض. صحيح الائتلاف يقول نحن موجودون على الأرض وهناك حكومة موجودة على الأرض، ولكن الفصائل العسكرية هي الموجودة على الأرض، وهي لا تسمع للائتلاف إلا بحدود 10 أو 25% لا أكثر، وكل فصيل يغني على ليلاه وله مكتبه السياسي وله محاكمه وجهازه الأمني. الائتلاف يحاول حتى الآن، والأستاذ وليد كان موجود أيام خالد خوجة، يعني تذكر قبل ما يصير الصدمة، الائتلاف شكل وقتها لجنة لتوحيد الفصائل، أعتقد أستاذ وليد تتذكر، يعني شكل لجنة من 7 أشخاص وعمل دلتا لمجموع الفصائل الموجودة على الأرض، فطلع الرقم مخيف جدا، طلع 1163 اسم فصيل. فكيف يتم توحيد هذه الفصائل؟ أمر مستحيل، يعني كل واحد مسيطر على قرية على قريتين ويكتب آرما هذا الريف الزنكي وهذا الريف أحرار الشام وهذا الريف الفلان وهذا الريف الفلان، فهن قسموا القرى بين بعضهم يعني. وبالتالي هؤلاء لا يستطيعوا أن يقولوا نحن نمثل الثورة السورية. من يقول هذا الريف الزنكي ويتكون من 4-5 قرى ويقول أنا أمثل ثورة الشعب السوري وثورة 180 ألف كيلومتر مربع، لا يمثل. وبالتالي القوى الموجودة على الأرض لا يؤمل منهم في الوقت الحالي. الائتلاف يحاول تشكيل نموذج يحتذى به، لكن فشل حتى الآن ويستمر. وحتى قوات سوريا أو مجلس سوريا الديمقراطية يحاول أيضا تشكيل نموذج يحتذى به، حتى الآن أيضا فاشل بسبب تدخلات خارجية وتدخل حزب العمال الكردستاني في الموضوع. وطبعا نستثني من التعليق أو الحديث عن منطقة النظام ومنطقة الجولاني، لسنا معنيين بهذه المنطقة، معروف شو كان النظام ومعروف للجميع 60 سنة وهو يمارس القمع والاستبداد والدولة الأمنية. أستاذ فؤاد، ولكن نصر الحريري إلى الأمس القريب حينما كان رئيسا للائتلاف كان يقول نحن
نسيطر على كل الفصائل، لنا قرار، كل الفصائل تلتزم بالقرار السياسي للائتلاف. الحريري أكد أكثر من ذلك يعني، وعبر فضائيات. أنا قلت لك مجازا إني عم بيقولوا نحن مسيطرين على الأرض والفصائل عم تسمعنا، وأنا بعرف مجموعة من قيادات الفصائل موجودين في الائتلاف، ولكن حتى هؤلاء القياديين غير مؤثرين على فصائلهم، هذه حقيقة يعني. ولكن نستطيع أنه العلاقة عكسية، يعني الائتلاف يدعي تمثيلهم للفصائل، ولكن الفصائل أغلبهم لا يعترفون بقرارات الائتلاف ولا يلتزمون بها، هذا الواقع يعني. قلت لك نحن نأمل أن ينجح الائتلاف في فرض سيطرته وتشكيل قوة موحدة تسمع للائتلاف، وقتها يصير الأمور سهل جدا في التعامل مع الفصائل على الأرض. لكن حتى الآن لا يوجد، أو يوجد بنسبة ضئيلة جدا كما ذكرت، بحدود 25% قوة التأثير لا أكثر. أستاذ فؤاد، في أستاذ إسماعيل درويش عم بيسألك سؤال: بما أنه لا توجد ثورة ولا يوجد ممثل للثورة على الأرض، ووجود المجلس الكردي في الائتلاف هو باعتبار المجلس جزء من الثورة، فما هي الأسباب التي يجعل المجلس يتمسك بتواجده في الائتلاف بالرغم من مناشدات ودعوات أنصار ومؤيدي للمجلس بالانسحاب من الائتلاف، بعدما أثبت الائتلاف أنه يمثل مشروع إخواني تركي يستهدف الإنسان السوري؟ لا، كلمة الائتلاف يمثل مجموع إخواني مبالغة فيها، هذا غير صحيح يعني. الائتلاف، قلت لك ائتلاف، يوجد إخوان في الائتلاف نعم، ويوجد في الهيئة العامة والهيئة السياسية موجودين يعني، هذا صحيح. ولكن يوجد المجلس الوطني الكردي أيضا في الائتلاف، ويوجد المنظمة الديمقراطية الآثورية أيضا في الائتلاف، ويوجد قسم من الديمقراطيين في الائتلاف، ومجلس عشائر. فالائتلاف ائتلاف يعني تنوع من عدة قوى. أما وجودنا وعدم وجودنا، نحن وجودنا سياسي في الائتلاف، ولذلك لم نشارك حتى الآن في حكومة الائتلاف. في الفترة الأولى شاركنا في الحكومة بوزير ومعاونين وزير، لكن بعد ما حصل ووجدنا عدم سيطرة الائتلاف على الفصائل، اعتذرنا عن مشاركة في الحكومة، واعتذرنا عن وجودنا على الأرض في تلك المناطق طالما القرار ليس بيد الائتلاف. هذا هو الواقع. ولذلك نحن نتفاعل مع الائتلاف في الجانب السياسي، في هيئة التفاوض، في المفاوضات، وهذا مهم جدا كإطار كردي موجود مع قوى المعارضة. تمام. سنعود إليك أستاذ فؤاد. أستاذ وليد العمري، يعني الائتلاف لا يسيطر، لا يمثل وكل المعارضات الحالية كما يقول أستاذ فؤاد عليكو لا تمثل الثورة السورية. من يمثل الثورة السورية؟ هل الشهداء الذين استشهدوا؟ يعني واستشهدت معها الشهداء والشرفاء الله يرحمهم، اما مشرد يعني او تحت التراب. استشهدت معهم مع استشهادهم. الثورة استشهدت ما فيني اقول لك فشلت الثورة مستمرة بصدري وصدرك وصدر الآخرين، لكن على الأرض عمليا ما في ثورة. في أبو عمشة يمثل المجلس الوطني التركي يلي عم ياخذ أوامره من أبو فرقان وجماعة المخابرات التركية. الفصائل الأخرى من الجولاني وكذا كمان مزدوجة، عم تاخذ تعليمات من النظام ومن تركيا، وقال له ليش موجودة بإدلب؟ دمروا إدلب وخلوا الجولاني. هذا واحد. بعفرين تحت السيطرة التركية. بعين عرب كوباني كذلك الأمر. دائما التركي بالائتلاف عم يلعب لعبته الغريبة العجيبة، عم يدخل عم يساوي فتنة بين حتى أعضاء الائتلاف، وبالتالي عم يسيطر على أعضاء الائتلاف نفسهم. أنت لما تقول ما في إخوان مسلمين بالائتلاف أستاذ فؤاد، كل أعضاء الائتلاف بشكل مباشر أو غير مباشر عم ياخذوا تعليماتهم من الحكومة التركية أي من الأمن التركي، وبالتالي أنا ما قلت ما في إخوان مسلمين. أنا لم أقل إنه ما في إخوان مسلمين. قلت إنه ما في كثير، بس هن تقريبا كلهم إخوان مسلمين. لا يا يعني أستاذ، أنا أختلف معك أستاذ وليد. كل مبالغة فيه ونوع من التجني. روح الرئاسة، هل سالم مسلط إخوان مسلمين؟
هل ربا نعم. حبوش اخوان مسلمين؟ هل عبد الاحد ستيفو اخوان مسلمين؟ طيب هل عبد الحكيم بشار اخوان مسلمين؟ مجلس الرئاسه 5 ولا واحد منهم اخوان مسلمين. يمكن هيثم رحمه كان اخوان مسلمين. لا مبالغات ما بدنا استاذ وليد، يعني هذا الواقع يعني موجود. يعني خليني كفي، انا ما قاطعتك، انا بحترمك، انت استاذ. اهلا وسهلا، انا اعتذر. الله يسلمك، انا ما قاطعت، ما بقاطع، انا من طبعي ما قاطع. انا فكرت خلصت يعني. لا انا ما خلصت، لانه عم تسمع الجواب ما خلص، تاخذني. فالاخوان المسلمين موجودين. وبعدين لو خلصت انا كان قال لك تفضل استاذ فؤاد، كان قدمك ما قدمني. طالما في دار الجلسه شكرا للجميع يعني، وبعتذر كمان انك انت استاذي. الاخوان المسلمين موجودين. المنظمه الاثوريه مين بيمثلها؟ يمثلها شخص واحد. الديمقراطيين لما كانوا يعملوا محاصصه سياسيه على المستوى الهيئه السياسيه، كانوا يحطوا ميشيل كيلو يعطوه مقعد و10 مقاعد متفرقه. اخر شيء كان يمشي القرار التركي، ما كان يمشي القرار الديمقراطي. لما كانوا يحطوا شو اسمه جورج صبرا، كان يمشي القرار التركي، ما كان يمشي القرار الديمقراطي. بكل الاحوال كانت تمشي الحكومه التركيه، وبالتالي كانت الحكومه التركيه كانت عم تلعب بالائتلاف مثل ما بدها. هذا الكلام مو من عندي، هذا الكلام موثق ومجموع واجمعت الناس كلها عليه. حتى ميشيل كيلو الله يرحمه اعترف صحيفه فرنسيه وقال كنا سذج وكانت الحكومه التركيه تقرر عنا. هذا كلام واضح، هذا مو كلامي انا، كلام فيه شهود عليه. بالاضافه كل الاحزاب والتنظيمات الموجوده على الارض التركيه تاتمر بشكل او باخر من الحكومه التركيه، لانه اذا ما مشيت مع الحكومه التركيه ما بيخلوك تفوت على تركيا، بيكتبوا لك منع دخول غير مرغوب فيه. هذا امر طبيعي. او بيتهموك اتهام مباشر او غير مباشر بانك انت مع قسد، انت مع داعش، انت مع جبهه النصره، بيخلقوا لك تهمه وارهاب. مثل ما انا لفقوا لي تهمه، قالوا بانه عم يفجر بزيتون بورنو واعتقلناه وما اعتقلناه بالوقت اللي انا بالنمسا. هذا الامر صار مكشوف، لانه كل الحكومات الاستبداديه الشموليه بتتصرف نفس التصرف، وبالتالي الائتلاف اسير ومرهون لتركيا. تحياتي لك وللجميع. استاذ فؤاد، اذا اول شيء لك تعليق تفضل، وبعدين اسالك سؤالي. انا قلت انه اسمها ائتلاف، فهو تعني تجمع قوى متعدده من ضمنها الاخوان المسلمين. اذا لاحظنا في اللوحه السياسيه اليوم من الناجحين في الهيئه السياسيه وهيئه الرئاسه، بنلاحظ يعني انه اللوحه متنوعه. في 2 معروفين باسم الاخوان موجودين في الهيئه السياسيه من اصل 24، وهناك احزاب تحت اسماء اخرى يبدو سابقا كانوا اخوان مسلمين، مثلا حزب المستقبل نزير حكيم والدكتور هيثم رحمه، وهناك حركه العمل الوطني برئاسه احمد رمضان. هدول بتنظيمات اخرى ذو طابع اسلامي ولكن ليسوا اخوان يعني. اما ناتي نعمم انه الائتلاف اخوان، هذا غير صحيح. بالنسبه انس العبده مو اخواني؟ لا، انس عبده شخصيه مستقله، ابوه كان اخوان وانس قطعا ليس باخوان يعني. ولا نصر الحريري اخوان. بس العوضبي اللي اخوان وناجحين، اخوان وناجحين، عارف طيفور واحمد سيد يوسف اعضاء هيئه سياسيه ممثلين بالهيئه السياسيه من اصل 24. هذا اللي بعرفهم اخوان، ما تبقى لا يعتبروا اخوان. صح لهم مثلا قد يصومون ويصلون ولهم، بس كبرنامج ما في برنامج في توجه اسلامي قطعا، توجه ديمقراطي. وانا كقوى سياسيه اتعامل مع البرامج وليس مع اشخاص. انس عبده ابوه كان اخوان، ويمكن هو في مرحله معينه ترك اخوان، وهيثم وكان الناطق الرسمي باسم اعلان دمشق منذ 2005، يعني رئيس اخوان، رئيس فرع اعلان دمشق، ولم يكن من الاخوان. فاتمنى انه ما بنجي على هالتصنيفات بهذا الشكل. اما موضوع تركيا امر طبيعي،
تركيا تدعم الفصائل، تدفع لهم، هي وقطر حاليا باقيين داعمين للفصائل، والائتلاف بيسمع لتركيا في بعض القضايا، وفي بعض القضايا يختلف معها. مثلا في موضوع سوتشي أنا كنت بالائتلاف ورفضنا الذهاب على سوتشي، رغم أنه الأتراك ضغطوا على الائتلاف بالذهاب، لكن قلنا لن نذهب إلى سوتشي، واتخذ القرار بأكثرية يعني في الموضوع، ولم يذهب الائتلاف إلى سوتشي. أما أنه والله صورة فوتوكوبي من القرارات التركية، أعتقد أيضا هذا فيها نوع من التجني وإسقاط لحقوق الآخرين في التعبير عن قناعاتهم. أما كواقع العام بالنسبة للثورة السورية، فسوريا أصبحت مرتعا لصراع إقليمي ودولي، ولا النظام ولا المعارضة يملكون قرار الحل. قرار الحل أصبح الآن بيد أمريكا وروسيا من جهة كحالة دولية، وحالة إقليمية بيد تركيا وإيران والدول الخليجية. هذا هو الواقع يعني. أستاذ فؤاد، هذا ليس هذا ما سنعود إليه. يعني بالنسبة كرديا، طالما الائتلاف يعني مهيمن بغالبية قراراته خاضعة كما قلت لتركيا، أنا ما بعرف ليش صوتك ما أسمع، عم بسمع صوت الأستاذ وليد عمري بشكل واضح، بس صوتك ما عم بسمع كويس. أستاذ فؤاد، لأنه أنا فلاح بحكي صوت عالي شوي. أهلين وسهلين أستاذ وليد، بدي أخلي هو كمان ابن فلاح، هو مو فلاح بس ابن فلاح. لا أنا فلاح كمان. أستاذ فؤاد، كرديا الوضع الكردي، المجلس الوطني الكردي بالائتلاف دخل على أساس وثيقة سياسية، على أساس أنه يتغير شكل الدولة، اسم الدولة. لحد الآن الائتلاف يرفض، لحد الآن يكتب الجمهورية العربية السورية. يعني احتلت عفرين وقرسبي وسريكاني، ولا زال، وانتهاكات فظيعة تحدث في المناطق المحتلة، ولا زال المجلس الوطني بالائتلاف. لماذا لا ينسحب؟ غالبية الشارع الكردي يدعو أنكس المجلس الوطني الكردي للانسحاب. لماذا لا ينسحب من الائتلاف طالما لا نحن ما راح ننسحب، يعني خلي لا ينبسطوا، يعني ما راح ننسحب من الائتلاف، والانتهاكات عم نتوجه لها وعم نتصدى لها وعم نعريها إعلاميا وسياسيا، وعم نواجه الموضوع بكل قوة، وعم نطرحها أمام الائتلاف، والائتلاف عم بيتابع الموضوع ويحل بعض منها، ولكن الكثير لم يحل. ولذلك الانتهاكات موجودة، والائتلاف لم يتخلى عن الوثيقة السياسية وملتزم بالوثيقة، ولا يطرح موضوع الجمهورية العربية السورية مطلقا. هذه حقيقة يعني، وأنا كنت موجود في الائتلاف منذ 3 سنوات، تركت الائتلاف، لكن حتى الائتلاف ولا وثيقة من وثائق الائتلاف، لا أقول الفصائل ولا أقول الحكومة، أنا أقول الائتلاف ملتزمين بالوثيقة. هالمجموعة حوالي 70-80 الشخص ملتزمين بالوثيقة ويعملوا مع الوثيقة، ووقفوا إلى جانبنا في كل المحافل الدولية، وفي مؤتمر رياض دولة الائتلاف. الجمهورية العربية السورية، بس يقول الجمهورية العربية السورية بوثائقهم الحكومة وقرارات أنا قلت لك أستاذ سليمان، أنا قلت لك نحن ما دخلنا بالحكومة، لو دخلنا بالحكومة كان الوضع مختلف. نحن حاليا جسم من الائتلاف، أنا أتحدث عن الائتلاف. الحكومة تابعة للائتلاف، حكومة تابعة للائتلاف ما بتلتزم بكثير قراراتها، وبعض منها عندما يحس فريقنا أو الائتلاف يحس أنه هناك شذ من القاعدة، فالحكومة تعطي إعاز للحكومة وتنفذ. وهلا اسمها الحكومة السورية المؤقتة وليس الحكومة العربية السورية. نادرا ما يطلع واحد يكتب كليشة العربية السورية إلى آخره. يعني هذه القضايا موجودة. قلت لك الائتلاف، نحن بحاجة إلى الائتلاف كأكراد، كجسم سياسي للتعامل مع القضايا الدولية. إذا انسحبنا شو بدنا نعمل؟ يعني نقعد في بيوتنا بالقامشلي يعني؟ وين بدنا نروح؟ ولا نروح لعند حسن عبد العظيم؟ ما في غير هيك يعني، هذا الواقع يعني.
لا على الاقل تكونوا مثلا تعودوا الى يعني تشكلوا مع يعني تكونوا قوه لحالكم، يعني بيكون المجلس الوطني وقت كان قوه يعني غير يعني غير الائتلاف قوة معترف بها دوليا، يتعاملون حتى اليوم المجتمع الدولي من خلال مفاوضات وتطبيق القرارات الدولية وهيئة التفاوض يتعاملون مع الائتلاف، وبالتالي ضروري أن نكون موجودين ضمن هذا الجسم السياسي. أستاذ فؤاد، أنتم كمجلس ممثلين بهيئة التفاوض، فابقوا بهيئة التفاوض. نحن تمثيلنا كان بقوة من الائتلاف، لولا دعم الائتلاف والتصويت لصالحنا بقية القوى الكل رفضوا تمثيلنا، ولذلك نحن مثلنا بشخص واحد وليس بمنصة، فكان الائتلاف هو الداعم لنا. نعود إلى أستاذ وليد العمري. أستاذ وليد، يعني مهما حكينا عن وضع سوريا، عن مآسي سوريا، عن ما صار في سوريا خلال العقد من الزمن، لا أشياء لا يصدقها عقل بشري، بس ولكن بالنهاية السؤال المطروح: إلى متى هذا الوضع؟ هل نحن فعلا إلى التقسيم أم إلى المزيد من التأزيم؟ أستاذ فؤاد يقول وأنت قلت القرار السوري ليس بيد السوريين، السيادة السورية يعني القوى الأطر المعارضة لا تمثل السوريين، كل الأطر يعني أربع. أستاذ سليمان، أنا ما قل لا تمثل السوريين، القوى الموجودة تمثل جزء من السوريين، ولكن قرار الحل السياسي لم يعد بإيد السوريين، لا النظام ولا المعارضة. في فرق، أنه أنت عم بتقول ما لم أقله، أنا لم أقل أن المعارضة لا تمثل السوريين، كل جسم من المعارضة. دقيقة أستاذ رجاء، لا تحور كلامي. أنا قلت قرار الحل السياسي لم يعد، الحل السياسي في سوريا لم يعد بيد السوريين، لكن لم أقل أن المعارضة لا تمثل السوريين. لا، قلت شخص واحد الأستاذ وليد العمري، شخص واحد معارض يمثل جزء من الشعب السوري، وبالتالي المعارضة تمثل السوريين، ولكن المعارضات تحول إلى معارضات ولم نعد أمام معارضة. أستاذ وليد يعرف كان الائتلاف حتى صيف 2015 قبل إصدار القرار الدولي 2254 كان الائتلاف هو المحاور الوحيد في المجتمع الدولي مقابل النظام. بعدها صار لعب على الائتلاف وصدر قرار الدولي وشارك منصة موسكو وقاهرة وهيئة التنسيق والبقية. في مؤتمر جنيف 2014 فقط كان الائتلاف هو المحاور. أما تقول لي إنه والله أستاذ فؤاد قايل المعارضة لا يمثل السوريين، رجاء. لا أستاذ فؤاد، أنا قلت أستاذ فؤاد قال المعارضات كلها لا تمثل الثورة السورية. أنت حكيت في البداية أنه الثورة الآن في حكومات، في 4 حكومات، لذلك هي كلها لا تمثل الثورة. أنا قلت الموجودين على الأرض لا يمثلون الثورة السورية تماما، وهذا ما قصدته. لا، أنت ما قصدت هيك. سنعود إليك أستاذ فؤاد. أستاذ وليد العمري، يعني في ظل هذه المعمعة، في ظل هذا التيه من الجرائم أو الانتهاكات، سواء كانت فكرية سياسية ناهيك عن الإجرامية الإرهابية، يعني سوريا إلى أين؟ يعني فعلا المصير مجهول. هل نحن فعلا أمام خيارين إلى التقسيم أم التأزيم، أم ترى أن هناك خيارات أخرى؟ أنا حسب ما أنا شايف يعني وحسب ما كان موجود، سوريا مستمرة في الأزمة، ولن تخرج من الأزمة السورية، لأنه سوريا عبارة عن مجموعة أزمات، تخرج من أزمة يفوت بأزمة، صراع إيديولوجيات. يعني لما أجى عبد الناصر فرض علينا الاشتراكية، أخذ أموال البرجوازية السورية ووزعها على الفلاحين، والفلاحين رجعوا باعوا للبرجوازية وصار مشاكل. 2 رجع وزع العرب على المناطق الكردية وصار تقاسمات وصار في عندك الحزام العربي، فأزمات بتوزع بشكل دائم. نفس الشيء حافظ أسد بفترة من فترات لما صار منطقة الغمر رجع وزع العرب على المناطق الكردية وتداخلات.
فاليوم اردوغان عم يتصرف نفس التصرف بطريقه ثانيه وبشكل اخر. بشار الاسد عم يلعب نفس اللعبه. دائما في عندك ازمات مفتعله، سواء بالنسبه للقرار السوري، بحياته القرار السوري ما كان قرار سوري. من ايام الملك فيصل، بعد ما طلع الملك فيصل من سوريا ما في عندنا قرار سوري. دخل لعنا غورو، صار في عندنا قرار فرنسي، صار في انتداب فرنسي. من ضمن الانتداب الفرنسي صار في ثورات ضد الانتداب الفرنسي برعايه عثمانيه، لانه الاقطاعيين العثمانيين ما هان عليهم سوريا تكون دوله لحالها وتكون ذات سياده. وبالتالي جيش الناس اسلاميا ضد مين؟ ضد الفرنسيين، لحتى صار اللي صار. وفرنسا كانت خسرانه بالحرب العالميه الثانيه وخرجت. استاذ وليد، معناته بهالحاله ليش ما يعني التقسيم هو ارحم؟ يعني وقف لنزيف الدم السوري، للالم السوري. يعني نعود يعني كما في بدايه ايام شو بدك تقسم؟ شو بدك تقسم؟ شو بدك تقسم؟ حكومه الساحل. عفوا استاذ سليمان، شو بدك تقسم؟ تقسم ايدك تسويها 4 قطع وتقسم راسك تسويه 10 قطع؟ سوريا هي مقسمه بالاساس. يعني سوريا عندك 14 محافظه كله متداخل مع بعض. انا عفوا التقسيم بالنظام الفيدرالي، تكون دوله فيدراليه في دوله مركزيه. عفوا انا بحكيك عن بلدي مسقط راسي. نحن 4 شو بدي اقول لك، 4 عشائر. من الاربع عشائر الموجودين بنفس المنطقه متداخلين مع بعضنا بشكل غير طبيعي. بيناتنا بيت زازا اكراد، بيناتنا بيت كيكي اكراد، بيناتنا بيت يوسف اكراد، بيناتنا كثير ناس كله داخل مع بعضه متزوجين. حتى امي لم تجعلني اكمل. قصدت انه نقسم، يكون هناك حكومه مركزيه زي ما صاير في العراق، في دول في اوروبا اللي انت فيها، في هناك فيدراليه، نظام لا مركزي، فيدراليه واسعه، انه الاقاليم تدير نفسها. يعني استاذي سليمان، انا فهمان عليك. سوريا السياسيه حاليا بالخريطه السياسيه غير قابله للتقسيم. اما انا في عندي فكره. سوريا الكبرى ممكن تكون فيدراليه. عندك مثلا المناطق الدرزيه مجموعين مع بعضهم بيعملوا فيدراليه درزيه، عندك المناطق الكرديه بيعملوا فيدراليه كرديه، واليهود بيعملوا فيدراليتهم، والعكس صحيح. بيكون هذيك الساعه انتقال اقتصادي، انتقال تجاري، بصير في عندنا فيدراليه كبرى. بنظام الحكم بيكون ملكي جمهوري اللي بدك اياه، بس بالنتيجه في عندنا فيدراليات. بيكون في عندنا مجلس الشيوخ يمثل هي الطوائف. طبعا بالمجلس الشيوخ بيمثل الطوائف، بالمقابل بيكون في عنده خلفيه اداريه حكوميه. يعني تاخذي مثل وليد جنبلاط سابقا هو رئيس طائفه ورئيس حزب ووزير سابق، ممكن يكون هذا مجلس الشيوخ. جميل رئيس جمهوريه وبيمثل طائفه، ممكن يكون بمجلس الشيوخ، والعكس صحيح. اما نجي نحن على سوريا اليوم لتاخذي وضعها على مستوى المساحه غير قابله. اثنين، في عندك حاله نزيف دائم اسمه الجولان. الحل المناسب برايك يعني سيناريو غير اتحاد اقليمي فيدرالي بما فيها اسرائيل، بما فيها فلسطين، بما فيها الاردن، بما فيها لبنان، بما فيها سوريا، وجزء كردستان السوري. هذيك الساعه بيكون في عندك انت بتحسن تعمل دوله فيدراليه كبرى، وبالتالي بيكون في عندك انتقال اقتصادي، انتقال تجاري. دخلت ربطت العمق السوري اللي هو فيك تسميه القامشلي مع الساحل السوري، تربط العمق الباديه اللي هو دير الزور والقائم والتنف، مربوط كمان بالساحل، مربوط بحيفا، مربوط بيافا، مربوطين كله. بيصير عندك انتقال تجاري، انتقال مناطق اللي بدك اياه. وبالتالي في لك ممثلين بمجلس الشيوخ، وعندك برلمان، وعندك انتخابات حره، وفي عندك نظام يعني فيك تسميه فيدرالي، فيك تسميه مركزي. اتحاد شرق اوسطي، يعني اتحاد شرق اوسطي كبير. فيك تسميه اتحاد شرق اوسطي، فيك تسميه سوريا الكبرى، فيك تسميه الشام الجديد، فيك شو بدك تسميه سميه، ما نختلف على التسميه، بس هي ممكن. اما على مستوى سوريا السياسيه صغيره، وكانك عم تقسم القامشلي بين حاره طي وقناه السويس، ما تزبط معك. هلا شرقي نهر جخجخ وغربي نهر جخجخ، ما بتزبط معك. هذا مثلا نساله الاستاذ فؤاد عليك. استاذ فؤاد، في ظل هذه الآلام والكارثة أو المأساة سوريا إلى التقسيم أم إلى التأزيم، أم توافق الأستاذ وليد العمري بأنه نكون أمام اتحاد شرق أوسطي؟ يعني حقيقة الأمر في شيئين مو بإيد شعوب المنطقة.
ولا بإيد دول المنطقة. توحيد الدول وتقسيم الدول. يعني لو نأتي على التجربة اللبنانية بالتسعينات، كان حافظ أسد يعين البرلمان اللبناني والرئيس اللبناني والرئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وكان بكل بساطة يعطي إعاز للبرلمان للاتحاد بين سوريا ولبنان. لكن سلموا لبنان إلى سوريا بعد موافقة حافظ أسد إرسال قواته إلى جانب أمريكا لتحرير الكويت. كان المقابل إعطائه لبنان لكن دون أن يمس بخريطة لبنان. فإذا تقسيم الدول لا إرادة شعوب فيها، هناك قوى دولية مؤثرة شئنا أم أبينا يعود قرار التقسيم له. ولذلك علينا أن نفكر بسوريا بعكس طرح الأستاذ وليد، الطرح المثالي واللي يطرحها بكك كونفدرالية الشرق الأوسط. هذا الطرح خيالي وغير عملي. ما نريده في سوريا ما هو ممكن أن يكون هناك سوريا دولة اتحادية. شكل الدولة الاتحادية يتفق عليها بين السوريين، هذا ممكن، بمعنى الحفاظ على الخارطة السورية وتفتيت الدولة المركزية. الدولة المركزية أثبت عقمها وفشلها عبر التاريخ العربي. لو لاحظنا إلى جغرافية الوطن العربي أو ما يسمى جغرافية الوطن العربي، أنه أيضا هاي إشكالي. هناك ظهرت 8 جمهوريات بدأوا بنظام ديمقراطي بدستور ديمقراطي يحافظ على حقوق المواطن والمجتمع المدني وتأسيس الأحزاب، وانتهوا بأسوأ وأقذر الدكتاتوريات الموجودة في العالم، بدءا من الجزائر إلى تونس إلى ليبيا إلى السودان إلى مصر إلى اليمن إلى سوريا إلى العراق. الدولة الوحيدة اللي حافظت على نوع من احترام وحقوق الإنسان هي الجمهورية اللبنانية، لأنه كان فيها تقسيم لمكونات المنطقة، إرضاء مكونات الشعب اللبناني. كان هناك تقسيم انه هذا حصة المسيحي وهذا حصة المسلم السني وهذا حصة المسلم الشيعي. لكن الآن تغول إيران وتغول من خلال ذراعها حزب الله على الدولة اللبنانية أجهدت تلك التجربة. في مرحلة معينة ستينات وحتى منتصف السبعينات كان لبنان يشكل واحة للديمقراطية وحقوق الإنسان والثقافة الحرة. السبب كان هناك نوع من التقسيم الوظيفي بين المكونات. الدولة المركزية في المجتمع الشرقي مع الأسف يولد الدكتاتورية، وذكرت ب8 جمهوريات ولا جمهورية مثال يحتذى به. الدولة اللامركزية تحقق شيئين، يعني العالم وقت اللي درسوا النظام الفدرالي وجدوا بأنه نتاج بشري يعتبر من أفضل الأنظمة الموجودة تاريخيا، يحقق أمرين: الأمر الأول توزيع السلطة والثروة، والأمر الثاني حل المشاكل القومية والدينية. ونحن نعاني من المشكلتين. هناك سلطة متمركزة في دمشق ومستولي على ثروة الشعب السوري، وهناك عدم إنصاف في توزيع الثروة، وتركزت الثورة في بعض المحافظات، كان سابقا حلب ودمشق، ثم فيما بعد تحول إلى لاذقية وحمص وطرطوس أيضا لاعتبارات طائفية. تعرفوا وضع النظام، يعني اهتموا بساحل أكثر، بينما بقية المحافظات كانوا يعيشون حالة الفقر أو المجتمع النامي. المحافظات الثلاث رقة ودير الزور والحسكة منذ تأسيسها اعتبروها محافظات نامية ويجب الاهتمام بها كونها سلة غذاء سوريا.
وفيما بعد أصبح سلة نفط سوريا أيضا، ولا تزال اسمها بالمحافظات النامية. ولذلك توزيع الثروة والسلطة أمر أساسي. توزيع السلطة إذا قسمنا سوريا إلى 5 فدراليات، وأنا كتبت دراسة بهذا النوع قسمتها ل4 فدراليات. الدراسة مو وليد الثورة السورية، موجود في جوجل وبتشوفوا تحت عنوان فدرالية كردية أم فدرالية سورية. ب 2006 كتبت الدراسة وقدمتها لمؤتمر الحزب، ورفض المؤتمر تبني الدراسة، ونشرتها على موقع التواصل في 2012. يوزع السلطة مثلا إذا قام انقلاب في دمشق، في إقليم دمشق، فإقليم حلب أو إقليم الشمال أو إقليم الساحل أو الإقليم الأوسط ما بيعترفوا بهالانقلاب، وبالتالي الدول كمان ما بيعترفوا، وبالتالي يوزع السلطة والثروة بالإضافة لحل المشاكل القومية والدينية. وسوريا تعاني من مشكلة قومية بالدرجة الأساس القومية الكردية، وتعاني من مشكلة مذهبية، موضوع العلويين وما حصل من 10 سنوات، حالة عداء غير يفوق كل التصور، وإمكانية التعايش بين السني والعلوي في المدى المنظور شبه مستحيل. ولذلك أنا أفضل النظام الفدرالي في سوريا بحيث يتم مراعاة هذين العنصرين، وهو الحل الأنجح. أما ما تبقى كما طرح الأستاذ وليد فدرالية الشرق الأوسط، كونفدرالية الشرق الأوسط، فهذا طرح مع الأسف يعني نوع من الأحلام لا أكثر، يعني غير عملي. أستاذ فؤاد، في سؤال من دكتور صلاح حدو، يعني هو دكتور صلاح حدو ابن عفرين، في له سؤال سألك عن، يقول أستاذ فؤاد: نحن كأبناء من الشعب الكردي في سوريا لا يهمنا آلية عملكم، مثلا هل تشاركون في الحكومة المؤقتة أم لا، فهو شأن سياسي يتبع بمعرفتكم وخبراتكم السياسية، ولكن يهمنا النتائج التي تصدر عن الائتلاف الذي تشاركون فيه. عفرين محتلة بأبشع أنواع الاحتلال، لن نطالبكم بالخروج من الائتلاف ولا يهمنا ذلك، ولكن هل لوجودكم أي تأثير إيجابي على أهلنا في عفرين تحت الاحتلال أم لا؟ وهل هناك جرائم لم ترتكب بحق أهلنا نتيجة نضالكم الائتلافي؟ فضل. وجودنا بالائتلاف بالنسبة لعفرين أفضل من عدم وجودنا بالتأكيد. نحن نحاول أن نخفف ما أمكن وندين الانتهاكات ونرصدها ونضعها أمام المسؤولين، وهناك أحيانا يحصل متابعة ويحصل تقدم في هذه المتابعة، وهناك أيضا عدم وجود متابعة. نحن سوف نستمر. هل تعطينا مثال صار متابعة، صار وقف انتهاك ما بعفرين بسرقاني؟ كان لازم تدعي أحد أعضاء الائتلاف من رفاقنا، وعنده الأمثلة، الأستاذ عبد الله قدو عنده كثير أمثلة من هالنوع موجودة وبعرف يعني. ولذلك نخفف، قد يكون نسبة تخفيفنا 10%، ولكن هل 10% إذا ما لنا موجودين في الائتلاف، ال10 غير موجودين. نحن نحاول وأصدرنا بيان بالائتلاف، وألزمنا الحكومة بإصدار بيان: كل عائلة يعود لعفرين سوف نمكنه في بيته. وقبل يومين رجع 39 عائلة إلى عفرين، وممثلين في الائتلاف يتابعون لتمكين هذه العائلات في بيوتهم. وأعتقد عدم تعرضهم للاعتقال وتضمنون عدم تعرضهم للاغتيال، للتصفية، للفدية، ما عم بسمع. يعني تضمنون استاذ فؤاد هالعائلات اللي راحت 39 عائله اللي راحت، تضمنون عدم اغتيالهم، تضمنون حمايتهم من النصب والاحتيال اللي عم تصير فيه بحق ممتلكاتهم؟ انا قلت لك نمكنهم في بيوتهم، اما ما عدا ذلك هذا موضوع لا يعلمها الا الله. يعني نحن نقول هناك فصائل متعدده في اكثر من 100 فصيل، وثلاث ارباع هذه الفصائل لا يسمعون إلي ولا للائتلاف ويغنون على ليلاهم. انا شرحت لك الوضع. يعني هناك بعض الفصائل ممثليهم في الائتلاف
يسمعونا. بعض الفصائل يمكن 14 أو 15 أو 10 فصائل إلى آخره. هذا بإمكانكم تدعوا إما الدكتور حكيم بشار أو الأستاذ عبد الله قدو يتابع الوضع عن قرب ويعطي أمثلة، وأنا بعرف في أمثلة يعني موجودة. ولكن أنت ذكرت حكيم بشار. حكيم بشار منذ أيام قليلة قال ما يثار عن الانتهاكات في عنفرين 3/4 كاذبة. ما تعليقك؟ أنا قلت لك ادعيه وناقش معه هذا الموضوع. تمام. لست محاميا عن أحد، لكن أنا أعرف طلع بيان من الحكومة وبيدا ما يسمح من أكرادنا أهلنا بالشهبة يسمح لهم الإعادة لعفرين. خلي يسمحوا وخلي الفصائل ما يمكنهم في بيوتهم. وقتها الائتلاف سوف يتدخل. أنا قلت لك هذا وعد من رئيس الائتلاف، وقتها كان نصر حريري، وحاليا كمان أكد سالم نصر على الموضوع. كل عائلة ترجع إذا ما لها علاقة ببككة بدها ترجع لبيتها بدون أي اعتراضات أو إزعاج. يعني هذا قرار الائتلاف، خليه يرجعوا ونتابع قرار الائتلاف والبير يكذب الغطاس. أستاذ فؤاد، في سؤال أستاذ صديق شرنخي يقول أتمنى أن بالكنترول أن يعيدوا السؤال. الأستاذ صديق شرنخي يسألكم يعني أنه هل وجودكم بالائتلاف، أتمنى من الكنترول أن يعيد السؤال لأستاذ صديق شرنخي، هل الضغط الذي تواجهه الكتلة الكردية بالانسحاب من الائتلاف هو من قبل والله ما أسمعك يا أخي، ما بعرف. قرب الميكروفون لتمك أستاذ سليمان، قرب الميكروفون. أستاذ فؤاد السؤال موجود على الشاشة. يسألك صديق شرنخي، أستاذ صديق شرنخي يقول هل الضغط الذي تواجهه الكتلة الكردية بالانسحاب من الائتلاف هو من قبل بالبروباغندا الأبوجية أم هو مطلب كردي عام؟ أرجو التمييز. يعني حقيقة الحالتين موجودتين. نعم بالدرجة الأساس البروباغندا الأبوجية هذا الأساس وسيطر على الوسائل التواصل الاجتماعي، لكن شعبنا أهلنا في عفرين أيضا عم بيعانوا في ممارسات تحصل، وبالتالي نحن مهمتنا تخفيف أو إزالة هذه الممارسات. هذا جهدنا بالائتلاف. أما إذا خرجنا من الائتلاف ما في حدا يقول لنا إنه هذا غلط ولا هذا صح يعني. وبالتالي وجودنا كجسم سياسي بالائتلاف للتعامل مع المجتمع الدولي هذا حالة إيجابية، ووجودنا لمساعدة أهلنا أيضا في عفرين وراس العين حالة إيجابية. أنا برأيي المجلس الوطني الكردي يجب أن يتخذ قرار، وحتى نلاحق الموضوع بفتح مقراته ومكاتبه في عفرين. إذا فتح مكاتب ومقرات المجلس في عفرين وقتها صار بده يظهر الحقيقة. أولا يحصل اطمئنان من قبل أهلنا في عفرين، مع وجود القيادة في المناطق في عفرين، مع وجود أعضاء قيادة يعني بعفرين يكونوا قدوة سببا للرجوع إلى عفرين يعني. بالتأكيد وقت اللي بنفتح المكاتب القيادات اللي موجودة في الخارج من عفرين لازم يرجعوا لعفرين، واللي من راس العين لازم يرجعوا لراس العين، ووقتها نحط هالفصائل والائتلاف في الزاوية الحرجة. نحن موجودين على الأرض وهذا بيتنا وهذا أهلنا ونتعامل على هالأساس. مع الأسف يعني هذا الموضوع يتناقش في المجلس الوطني الكردي لكن لم يتخذ القرار بعد. أنا كرأيي أنه يجب أن نكون موجودين بين أهلنا وفتح مقراتنا ونشاطنا في عفرين والراس العين وتل أبيض حتى نتمكن من رصد هذه الصور وهذه الانتهاكات مباشرة عن قرب، وبالتواصل يحصل تواصل مباشر كما يقولوا خط ساخن بين ممثلنا في عفرين وممثلين في عفرين وممثلين في الائتلاف. أستاذ فؤاد، في أحمد النعيمي يقول لا نقبل بفيدرالية في سوريا، مع احترامي لكم هي اسمها الجمهورية العربية السورية، إذا أنتم بتغيروا اسم كردستان نحن بنغير اسم الجمهورية العربية السورية، إذ لغة مكتوبة هي اللغة العربية، يعني اللغة العربية هي مسيطرة. تعليقك بشكل هذا مو غريب علينا،
هذا مو غريب علينا. نسبة اللي يقولون علينا التمسك بعروبة سوريا لا زال أكثر من الكتل الديمقراطية والداعين إلى الدولة الوطنية. مع الأسف ثقافة البعث رسخ هذه المفاهيم العروبية. شو صار بعروبة الجزائر إذا اسمها الجمهورية الجزائرية، ولا تونس اسمها الجمهورية التونسية؟ شو المشكلة يعني؟ شو اللي تغير يعني تسمية في تسمية ذو طابع قومي شئنا أم أبينا على جغرافيا معينة يعتبر طرح عنصري، وبالتالي يفترض أن نطرح الحالة الوطنية في التسمية. حتى سوريا المستقبل يجب أن لا يكون هناك برأيي أي حزب باسم كردي أو باسم عربي أو باسم تركماني أو باسم تشركسي أو باسم أرمني إلى آخره. حتى تسمية الأحزاب يجب أن يكون تسميات وطنية. هذا لا يغير من كرديتي ولا من عروبة أحمد نعيمي. علينا أن ننظر إلى الموضوع بمنظار آخر. يعني وقت اللي بتقول جمهورية عربية سورية، إذا سوريا عربية كلها، وهذا يتنافى مع الواقع الموجود حقيقة. طيب أحمد الصافي ذو تيار دين، لؤي الصافي أستاذ وليد يعرفه، ومحسوب على الإخوان المسلمين. نعم. وعم بيقول نصف سوريا من أصول كردية. كيف هذا مو كردي؟ وهذا ذو تيار ديني. وعلنا قال أنه إذا نحسب الذين يتكلمون اللغة الكردية والذين لهم أصول كردية فنصف سوريا من أصول كردية. كيف بده يرد على لؤي الصافي؟ خلي لا يرد علي، يعتبرني أنا قومي وعنصري إلى آخره. لكن هذه حقيقة، هذه الحقيقة. هلا الأستاذ وليد العمري شو عم يحكي؟ هو ابن قنيطرة، ويقول هاي العشيرة كردية وهاي العائلة كردية وهاي كذا وهاي كذا وهاي كذا، وهالعائلات الموجود بالقنيطرة لا يعرفون كلمة كردية. هذا واقع. جلالة بدر خان وين استشهد؟ بقنيطرة استشهد. كان له بيت وكان له أرض وعنده بير وسقط بالبير. أنت قلت جملة مهمة، أنه حتى يجب أن بالمستقبل أن لا يكون هناك أحزاب باسم كردية. هل أنت ستغير اسم حزبك؟ قلت لك هذا الرأي. نعم، وقت اللي يصير دولة وطنية ديمقراطية لكل السوريين، وقت اللي يكون في دستور ينظر إلى الموضوع منظار وطني، بدي ألتزم بالدستور حكما. بده يكون قانون الأحزاب منسجم مع الدستور. تمام. نترك هذا الرأي لرفاقك في حزبك. نعود إلى أستاذ وليد العمري. أستاذ وليد العمري، أدركنا الوقت جدا وكان اللقاء معكم ممتع جدا جدا. أنت وشخص الأستاذ فؤاد عليكم من الشخصيات التي نعتز بها. يعني السؤال الأخير ليس بسؤال، يعني كنت تتمنى أن أسألك سؤال ولم أسألك، أو باختصار سوريا إلى أين؟ يعني سيناريوهات. أستاذ فؤاد قال اتحاد كونفدراليات أو اتحاد شرق أوسطي يعني مثالي طوباوي، وطرح نظام اتحادي في سوريا. كلمة أخيرة لك ب5 دقائق معك. يعني أنا بشوفه بالمستقبل القريب أو البعيد لا حل إلا الاتحاد الإقليمي، إقليم الشام الكبير، إقليم سوريا الكبير اللي بدك إياه. هذا الحل النهائي، لأنه كله متكامل مع بعضه. ما في يستغني العراق عن البحر المتوسط، وما في يستغني نفس الوقت البحر المتوسط عن العمق العراقي أو العمق الكردستاني. هي مختصر مفيد. عندك البحر الأحمر بحر عالمي، والباب المندب بحر ممر عالمي، عندك قناة السويس، عندك مضيق جبل طارق. هي المنطقة كلها تقريبا بحر السلام. بيوم من الأيام بدها تكون بحر السلام، شئنا ما أبينا. شرق البحر المتوسط وغرب البحر المتوسط بده يكون كتلة متكاملة، عربية غير عربية. هذا الحكي كله فاضي. أنا بالنسبة لي كله فاضي، لأنه بالنتيجة في عندك إقليم النيل لا يمكن تفصله وتقول له هذا إقليم شامي، هذا إقليم النيل. بالنتيجة في عندك صراع إيديولوجيات. نحن مشكلتنا بالإيديولوجيات اللي عم تجينا من برا. نحن دائما استوردنا الاشتراكية واستوردنا الشيوعية واستوردنا كذا.
عندنا طبيعتنا نحن، فينا نخلط، فينا ناخذ من الجديد وفينا ناخذ من القديم، وبالتالي بيكون في عندنا خلطه منطقيه. نحن منطقه اقاليم ومتوزعين على اساس طائفي من ايام الحروب الاسلاميه والفتوحات الاسلاميه، يسموها فتوحات، انا بسميها عباره عن احتلال. وبالتالي كل واحد بيقول لك والله ديار بكر عربيه لانها عربيه، والله المنطقه الفلانيه كرديه لان سكانها اكراد. هذا الكلام كله تقريبا مثل ما تفضل الاستاذ فؤاد. نحن لازم نخرج من هذه القوقعه، قوقعه الكردي وغير الكردي، مع احترامي للجميع، بانه انا لي ثقافه عربيه ما بتختلف عن الثقافه الكرديه، لان ثقافتنا شرق اوسطيه بشكل او باخر، بما فينا حتى اليهودي ثقافته شرقيه. اليوم باوروبا اليهودي باوروبا اسمه شرقي وعاداته شرقيه، اكله شرقي، طعامه شرقي، دينه شرقي. حتى الاديان باوروبا ما هي اديان اوروبيه. نعم صار في اديان سياسيه فيك تسميها، لكن هي بالاساس هي مهبط ديانات عندنا بمنطقتنا، منطقه الشرق. لليوم لا تاخذني، نحن ما عم نستجري نخرج من هذه القوقعه، دائما مضغوطين بحاجز ديني، بحاجز عشائري، بكذا الى اخره. لازم نخرج من هذه القوقعه الدينيه القوميه العرقيه. نحن ما لنا هتلر لحتى نرجع ننادي بالنازيه والفاشيه الى اخره. خلينا نعيش نحن بطبيعتنا، طبيعتنا مسالمه، منطقتنا مسالمه. منطقتنا اذا بدنا نحكي على الديانات مهبط الديانات، اذا بدنا نحكي على المنطق البشري نحن متداخلين مع بعضنا. قلت لك انا ما فيني اطلع من بيت خالتي افوت على بيت خالتي الا تاخذني يعني خالتي جوزها ارمني، خالتي الثانيه جوزها كردي، والعكس صحيح. يعني انا تاخذني مثل ما بحكي لك دائما، نحن عندنا تداخل بشكل لا يوصف. نحن ضد الهيمنه الاستبداديه التركيه العثمانيه الفارسيه الايرانيه على منطقتنا بشكل عام، لانه بدنا نخلص من هي الهيمنات. نحن ما بدنا نعيش عصر الامبراطوريات الكبرى والعظمى، حتى لو كانت بيزنطيه، حتى لو شو ما كان يكون، ما بدنا نعيش بالامبراطوريات، ولا بدنا نعيش بالايديولوجيات اللي اجت مستورده علينا. بدي اخذ مالك واعطيه لغيرك، وبدي وزع ارضك على غيرك، وبدي سكن حدا بمنطقتك. طيب ليش حتى انا اعمر مطار اسمه مطار الصين بيسع 50 طائره، بالمقابل ما بعمر مدينه طبيه او بعمر مدينه زراعيه او بعمر نموذج فلاحين او شيء؟ ليش ما بخلي استقرار للريف؟ يعني في عندك قريتين بسفيره بحلب، تل عرن تل حاصل، عايشين مع المنطقه، حتى لباسهم عربي، حتى عاداتهم عربيه، بيحكوا كردي صحيح بس مو كثير مهتمين بالموضوع. بيعلقوا بين بعضهم، بيصالحون العرب، بيصالحون جيرانهم، بيتقاتلوا. لما دخلت احرار الشام ساوت تفرقه، قتلون لانه اكراد، ما قتلون لانه اسلام او غير اسلام. شغله غريبه يعني. لذلك الايديولوجيه الاسلاميه والايديولوجيه القوميه ضد الحاله الوطنيه لسوريا. اذا باختصار سوريا الى اين؟ الى التقسيم، من ازمه لازمه. من ازمه لازمه. استاذ فؤاد، السؤال الاخير، يعني الاستاذ فؤاد قبل شوي قال نحن عم ندير ازمه بعفرين، عم نخفف نسبه 10%، لذلك نحن اداره ازمات، ولذلك من ازمه لازمه بندير ازمات بس ما بنحل مشكله. تمام. استاذ فؤاد عليك. استاذ فؤاد، سوريا الى ازمه، من ازمه لازمه. كرديا، الازمه او الحقوق الكرديه في سوريا، شكل الدوله السوريه بشكل عام والوضع الكردي في سوريا، كيف تروها؟ يعني القضيه الكرديه خرجت من القمقم المغلق، لا احد يستطيع تجاوز القضيه الكرديه والبحث عن حل بمختلف أطياف المعارضة الحالية. وحتى بدأ النظام أيضا، تعرفوا فتحوا فروع تعليم اللغة الكردية ومعهد لتعليم اللغة الكردية. لم يعد أحد يتجاوز القضية الكردية. أما حلها وفق ما يريدوها الأكراد لا أعتقد. حل القضية الكردية ضمن الدولة السورية تحتاج إلى توافق كردي مع جميع المكونات السورية وبرعاية دولية. والتوافق الكردي إلى أين؟ توافق الكردي أو الحوار الكردي إلى أين؟ قبل أن حوار الكردي متوقف على موقف بككة. إذا تركنا بككة بحالنا سوف نتفق خلال أسبوع.
أما إذا استمر PKK بالسيطرة وفرض الرأي وإصدار القرارات لا أعتقد حتى إذا اتفقنا سوف ننجح، لأنه سبق أن اتفقنا 3 مرات في 3 سنوات 2012 2013 2014 وفشلنا بسبب تدخل PKK. إذا تركنا PKK وعاد PKK إلى ساحتها النضالية، وهذا ما نأمل ذلك، راح نتفق نحن كأكراد سوريين خلال أسبوع، ما في أي مشكلة كبيرة بيننا. أستاذ فؤاد، ألا يعود فشلكم بالحوار الكردي لنقطة البداية أنه اعتبرته حوار كردي هو بالأصل PKK ليس أو PYD الإدارة الذاتية ليست كردية، هم يقولون عن أنفسهم، فأنتم تلصقون الكردية فيهم، أليس أنتم تتحملون؟ أخي أستاذ سليمان، أنا كرأي شخصي تعرفها، أنا قلت أنه اليوم أنا حكيت في قناة آرك أنه حتى PYD لا تعتبر نفسها ولا يعتبر نفسه كجزء من الحركة الكردية، لديهم طرح أممي ونحن نتعامل مع التنظيمات ذات الطرح الأممي. تتذكروا بالستينات والسبعينات وحتى الثمانينات وحتى التسعينات كنا نتعامل مع الشيوعيين وأكراد، ولكن يقولون نحن أمميين، فنحن تجاوزا وجدلا نتعامل أيضا معهم كمجموعة كردية أممية، لكن بينهم أحزاب كردية موجودة، ولذلك نحن سوف نتحاور، واشترطنا أن يكون تحت الرعاية الأمريكية وبضمان حسب ما يدعي السيد مظلوم عبده أنه أنا الضامن لأي اتفاق وتحت الرعاية الأمريكية. وأمريكا إذا أرادت سوف ينجحون الحوار، لأنه هذه أمريكا بالمختصر. نأمل ذلك ونتمنى أن نكون ناجحين بإدارة هذا الحوار برأيكم أستاذ فؤاد. أستاذ وليد، أهلا وسهلا، يعطيك العافية، مو مشكلة يعني، لا يفسد للود قضية يعني. تسلم. إدارة ناجحة مع تحية الفلاحين. شكرا جزيلا لكم. كان يقول دائما الأستاذ وليد أنا ممثل الفلاحين، لأنه أنا تفكيري مدني. إذا ما أمنت الريف ما فيني أوصل للمدنية الحضارة والديمقراطية، فإذا ما كان في عندي بالريف شيء صعب أوصل. يوم اللي نحن الريفيين دخلنا حالنا بالسياسة دمرنا سوريا، وقت اللي كان سوريا بالخمسينات بإيد المدينيين كان أمورنا بخير أكثر. لا بالعكس، كانوا ضاغطين علينا أستاذي الكريم، كانوا ضاغطين علينا. هذا موضوع آخر قابل للنقاش في مرحلة ثانية. لا كانوا يبيعونا ويشترونا بدون ما نحس حالنا. يعني نحن دخلنا بالصراع الإسرائيلي العربي، الصراع الإسلامي العربي، دخلنا أنانيتنا الريفية إلى السلطة. لا بالعكس نحن أخذنا موقعنا الطبيعي، لأنه هيك المجتمع المدني بده، بس نحن أخطأنا بدخولنا في السياسة. لو ضلينا بعملنا المدني كفلاحين وكعمال وإلى آخره، وإن نقاباتنا وإن حركتنا المدنية، نعم أفضل ما نكون نحن نطالب بالسلطة. إيه ممكن، هذا موضوع آخر. اتفق. نحن كمان نشكركم على وجودكم على شاشة PAVE TV باسمي وباسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد. كل الشكر لكم على وجودكم في هذا الحوار. كمان نشكر كل مشاهدي ومتابعي PAVE TV، وأتمنى منكم ضيوف الكرام أن تبقوا بالاستوديو بعد ما نودع المشاهدين 5 دقائق تحت الطاولة بدنا نحكي، أن تبقوا بالاستوديو إلى الخميس القادم. مشاهدي الكرام، إلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله والله معكم. تحياتي للجميع.